السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم الأسطى كرم أبو دياب ميكانيك التكاتك. يا ريت نفعل زر الجرس ونعمل لايك ونشير عشان الكل يستفاد. النهارده هوريكم تركيبة جرة الدبلاش الأصلي. أنا مش بقتنع بالكيس، أنا أهم حاجة عندي الجراب الأصلي يكون كده أو على مزرعة. لازم تاخدوا بالكم من الجراب ده، الجراب الأصلي أبو علامة الزرقاء دي، تمام. وأنا هوريكم إزاي التركيب برضو بتاعه، وأوريكم كده في الآخر خالص. خليكم معنا بس كده. لازم نبستر كده الجرابين في بعض عشان نعديه في المجرى بتاعه الصح. هنبستر كده عشان الجراب يمشي معايا في المجرى بتاعه، ما يطلعش بره المجرى. اسحب كده من ورا. تمام، لازم نعديه في المجرى بتاعه. بس كده تمام. هنفك البلاستر من ورا. نفك البلاستر. انا بعمل الفيديو ده عشان بس خاطر الكل يستفاد والكل يعرف ايه هو الفرق ما بين الجراب الاصلي والصيني. ده ما بيحملش معايا على الاسطوانات، بيفوق معايا المكنه. تمام، خلاص خلصنا هنا. نطلع قدام. هنعدي الجراب كده هنا، باب الوراك كده بالراحه خالص. زي كده بالظبط. وهنجيب اليد دي، اهم حاجه يد، لازم مقبض. فين المسمار؟ فين المسمار؟ تمام. انا مش بركب المسمار بتاعها الاصلي، لا، انا بركب مسمار 10 كده هنا. واربط بالصاموله تحت. لازم اليد تكون واخده راحتها زي كده. نركب هنا من تحت. لف مع ورا.
هنا لازم الحلزونة. دلوقتي احنا هنفك برضو الحلزونة نرجعها عشان خاطر كده ايه الجراب طويل زي ما انتم شايفين كده الفرق. لو انتم شايفين اهو، شفت الجراب فين والحلزونة فين. فانا دي هرجعها كده، هفكها وهرجعها كده لاساس ان الجراب يركب معايا كويس وما يرخيش معايا. بيبقى 8. الحلزونة بس انا ايه زي كده وهرفعها شوية فوق كده